مروكيات يقطن، واحدة تقطن في العيون وواحدة تقطن في باريس، وهذيك اللي في باريس هي كاع على راجل ويدير هذاك الصوت، حنا نعرفوا عنه معلومات. وهذاك لايف مخزني ويجوكم بالجوالات ويقيسوا على الجزائريين اللي ما هم عارفين للتيك توكس، يعني ما دخلوا هذو ما دخلوا بطل هذو اللايفات السياسيين، يقعدوا يميزوا ما بين الصحراويين وما بين هذوك العملاء، والله هذوك المراركة المخزنيين. وحنا ندخلوا عندهم، انا داير لهم ابوني فين ما عادوا داعبين جوله، ندخل عند الجزائري اللي لاعب ونقول له على اساس نكتب له انا وبعض الاخوان راهم الاخوه صحراويين وجزائريين يعرفونا، نكتبوا لهم هذه راهي ما صحراويه، هذه راهي مروكيه، عندك تصور لها شي ولا تقول شي في الجزائر، لانها تقطع ذاك الفيديو تديروا في اليوتيوب. انهم تسولوا عن اللي تسولوا واش البا مقطوع، الضوء ما عندنا، رانا مكرفسين، راه كذا، فهمت؟ تقبض منك معلومات كجزائري تعطيهم تقطعهم تعدلهم فيديو تنشرهم في اليوتيوب. وهذا خبثهم صراحة، خبث المخزن نعرفوه احنا كاملين، غير احنا دائما نتوجهوا لهذو الاخوة والاخوات اللي ما يعرفوهم، يلعبوا معاهم جوالات، والله يجوهم اللايف هم مواسين عنهم داخلين عند لايف صحراوي، بما انهم بما انهم يروا العلم الوطني الصحراوي ويروا يعني مكتوبة ولاية الداخل الصحراء الغربية كذا، يوحي لهم على أنهم هاو الناس صحراويين وهم غير صحراويين. هذا هو اللي نبغوا الإخوة والأخوات الجزائريين، يكونوا أكيدين على أن الصحراويين وكيل يعرفوا الكثير من الإخوة والأخوات الجزائريين هون في تيك توك على أن يد واحدة، وعلى أننا لا يمثلنا هذا النوع من البشر، من انهم مميزين ما بين الصحراويين، خصوصا الناس اللي متواجده دائما في تيك توك يعرفوا الصحراويين ويعرفوا عادوا حتى هم يعرفوا العملاء ويعرفوا هذو المنتحلين الصفات. احنا قاع صحراويين ويجونا باسامي جزائريه والعلم الجزائري ويتكلم بالجزائر، يعني يكون من ذوك الاقاليم الشرقيه ديال وجده وداك الشيء يتكلموا بالجزائريه ويقولوا عنهم لا هي مرطونه، ونحن فاضي داك الشيء. والله مرحبا بك استسمح. ذاك اللي قلت كامل صحيح. شفت هذه اللايفات اصلا هي معروفه، وحد تواجد فيها سواء كان جزائري ولا صحراوي، يا اما هو غير ملم بالقضيه الصحراويه وغير ملم ما تتعرض له القضيه، والله مولي يعتبر عنه خاين. كحس ضوءك، يعتبر عنه خاين القضيه وخاين الدوله الجزائريه. اذا كان جزائري هذا لا يمثل الدوله الجزائريه، واذا كان صحراوي فهذا ايضا لا يمثل الدوله الصحراويه، لانه حد يمثل هذه الدولتين، هذو الدولتين لا يمكن في يوم من الايام انه يقعد في لايف يسمع هذا النوع من الخطابات، وهذا النوع من التشويه، وهذا النوع من الكلام الغير لائق لا في الدولة الجزائرية ولا في الدولة الصحراوية. وانا الحقيقة لاحظت هذا منذ ايام، هذا الكلام وهذه يعني الدعايات وهذه الخطابات الموسخة. ما هو ضرك لك هذا قديم، ما هو ضرك، هذا راولو سنتين ولا اكثر، انت لا تصادفتي معه، احنا رانا متابعينهم مجرونين والله. شوف راهم الاخوه هون جزائريين، خالق سيكس تاكو هذا قاع ولد منتنا، وخالق فارس، هذو الاثنين طالبين نعرفهم انا، وانا ما عندي هذيك اللي تطلع هون والله. ترى ما عندك عمار حتى هو عمار جزائري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا عمار. شوفي أختي الكريمة، هل تسمعين؟ نعم. شوفي أنا والله هنا أنا حبيت نطلع لأن أتشرف بأن أتكلم مع مناضلة مثلك، يعني شفتك في لايفات، شفتك في فيديوهات، وجاتني الفرصة وأنا سعيد بهذه الفرصة باش نحييك مباشرة مني وإليك.
هذا اعتز به. حاجة أخرى يا أختي، احنا الشعب الجزائري كله مع الصحراء الغربية، أما إذا كان فيه بعض الخونة اللي كان هناك حتى الخونة ضد استقلال الجزائر، فما بالك الصحراء الغربية. احنا الصحراء الغربية تسري في عروقنا، وقالها الرئيس في خطابه ربما الأخير، ستستقل الصحراء الغربية اليوم أو غدا، قالها في الخطاب الرئيس، وهذاك الذي يمثلنا. أما هؤلاء حتى وإن كان جزائري، ولا أظنه جزائري، فهم من مرار كهذو يقلدون كل شيء، لأنهم تربوا في الخليج وتربوا في الشرق والغرب وتربوا في كذا. المهم أنتم، أنا ما يهمنيش أنا يجي الصحراوي يسبني، معليش، لأني أعرف الصحراوي الحر ما يسبنيش، أعرف بلي هذا برهوش أو حركي، أعرف هو، ولا يهمني والله ما يهمني. أنا ما يهمني أنتم لا تصدقوني. ذاك جاكم جزائري ربما، أو مهم ما تصدقوش باللي جزائري يسبكم أو جزائري يقول فيكم كلام غير لائق. هذا مو جزائري، وإن قالها فهذا لا يمثلنا. نحن معكم في السراء والضراء، وظالمين أو مظلومين، حتى تستقل الصحراء، وسنحتفل بدولة الصحراء إن شاء الله في القريب العاجل. صدقوني الاستقلال جاي وتقرير مصير جاي، ما هو إلا مسألة وقت. وبارك الله فيكم، وتحية للأحرار أينما كانوا. شكرا أختي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك أخ عمار. يا قالت لكم ولا الإخوة الجزائريين والأخوات هما اللي ما يصدقوا أي أحد يقولهم على أنه صحراوي. ما إحنا جزائريين نعرفون تبارك الله ما شاء الله، راه فارس وطلعي سيكستاكو حتى هو، هذو مناضلين دائما معنا. سيكستاكو يفتح كاع لايفات دائما. مرحبا أخي فارس، مرحبا وسهلا. السلام عليكم، أهلين أخي محمد. ما عندي خويا خاصية نطلع والله، اسمح لي. معليش خويا، تحية يعني مساء الخير على كل الإخوة الصحراويين الأبطال. يعني كل ما يجري من هذا، سمعتكم تتكلموا على اللايفات هذه المخزن والاحتلال يلعب آخر أوراقه بالقضية، ألا وهي يعني يلعب على وتر الفتنة بين الشعبين الصحراوي والجزائري. وهذا يعني آخر ورقة، وثاني ورقة ما أكيد مش راح تصلح له، لأنه احنا نعرفوه العدو، نعرفوه من زمان، نعرفوه غدار، نعرفوه خاين، نعرفوه يعني عندهم واحد الخاصية يمشوا بها، يروحوا الليبيين يحكوا في الجزائريين ويحكوا في الصحراويين، يروحوا للسعوديين يقولوا لهم يعني متلونين، يعني شغل الحرباوات، حرباء مثل الحرباء يتصوروا يعني. هذه آخر أوراقهم، وعن قريب بإذن الله سوف يزداد عليهم الحصار. يعني شهر أكتوبر القادم هذا راح جايتهم ضربتين متتاليتين، نتركوها مفاجأة احنا باش نفرحوا كامل مع بعضنا كيف يقولوا. والاستقلال جاي لا محالة، مثل ما كانوا يقولوا جدودنا هنا وقت الاحتلال الفرنسي. الاستقلال للصحراء الغربية جاي لا محالة يا الاحتلال، والحمد لله احنا على طريق التحرير سائرون، وحنا رانا معكم وفي ظهركم، وانتم منا وحنا منكم كما يقولوا. والسلام عليكم، وشكرا على القس، وهذا شرف لي والله العظيم. تحياتي لكم. مرحبا بك وسهلا وشرفنا. وهذا هو الكلام، وهذا هو الكلام، وهذه هي الرسالة اللي يحاول يوصل كل جزائري، لأنه الجزائريين حقيقة لا يمكن في يوم من الأيام عنهم يتكلموا عن الصحراويين، وحتى عنهم يقبلوا أي كلام عن الصحراويين، لأنهم يعرفوهم ويعرفوا أخلاقهم. كل من يدعي أنه صحراوي يقول كلام ضد الجزائر ويقول كلام ضد المقاومة الصحراوية مخيمات العزة والكرامة، فهذا خاين والله مستوطن، والله عنده أهداف ثانية. لذلك نحن الصحراويين لا يمكن عنا نرضوا لنفوسنا، عنا ننكروا الخير، والله عنا ننساو خير الجزائر، والله عنا نقولوا ولو كلمة ما هي صالحة في حق الجزائر، لا يمكن أبدا. هذه مؤامرة وهذا لعب وهذه ورقة يحاول الاحتلال المغربي عنه يمشيها في مواقع التواصل فقط.